في أغنية كده من 1989 وعايشة معانا لغاية دلوقتي. لو دخلت ودنك مش هتخرج منها. نادية مصطفى في الأغنية ديت عملت عظمة. زي ما احنا عارفين نادية مصطفى هي صوت مصري أصيل. اشتغلت مع كبار الملحنين عمار الشريعي، حلمي بكر، وبليغ حمدي. ده أغاني كتير حلوة بس الأغنية دي مختلفة جدا. هي من كلمات عوض بدوي ومن تلحين طه العجيل. أغنية مكتوب عليا. طه العجيل هنا في الأغنية ما بدأش بداية تقليدية، بالعكس بدأ بداية مشوقة جدا. عمل موسيقى كده ليها طابع شرقي جدا، موسيقى تخليك تسأل هو إيه اللي جاي بعدين. رتب الدخلة واللازمة بتاعة الأغنية بإنها تكون بسيطة، والخدعة في إن هي بسيطة. كل ما تكون بسيطة كل ما تكون قريبة للودن، وكل ما تسمعها هتقع في الفخ ده مش هتطلع من دماغك. اختار مقام الرسم، مقام الحب والأمل، وعمل التنقلات نهوان، المقام الخاص بالتردد عشان يبين لك بالموسيقى مود الأغنية. وبعد كده نيجي بقى على الموضوع الأهم، الكلمات. مكتوب عليا ولا بإيديا، حقيقة ولا حلم في خيالي. سؤال فلسفي جدا، واللي يعرفني يعرف قد ايه السؤال دوت بيلمسني من جوه. زي في لحظة وكلمة واحدة عرفت عينيا سهر الليل، اللقا اللي بيغير كل شيء في حياتك. وانا كتبت المود دوت في كتابي الاول كيف احببتك الى هذا الحب. الكلمات هنا رائعة ومؤثرة وليها بعد فلسفي كبير. كلمات باللغة العامية لكن عميقة جدا. والكلام واللحن مش هيعيش العمر ده كله ولا يفضل معلق معانا من غير صوت يقدر يوصل اللحن والكلام ده للناس. نادية مصطفى. نادية مصطفى أنا بحب لها أغاني كتير، بس الأغنية اللي بنتكلم عنها النهاردة وأغنية تانية اللي هي سنة واحدة ليها عندي معزة خاصة جدا، وهعمل لها فيديو لوحده جدا لأنها أثرت في حياتي بشكل كبير. نرجع بقى لأغنيتنا مكتوب عليا وصوت نادية مصطفى، الصوت الأنثوي جدا بدون تكليف أو تمثيل. صوتها فيه موسيقى من غير موسيقى، صوتها يقدر يوصل لك الكلمات بكل سلاسة. الأغنية دي بقالها 37 سنة، ورغم كده أي حد بيسمعها ما بيعرفش يخرج من المود اللي الأغنية دي بتدخله فيها. أغنية فوق الرائعة بأداء فوق العظيم. لما يكون في كلمات بالجمال دوت وألحان بالفكر دوت وصوت بالعظمة دي، مفيش زمن هيقدر يمحي الكوكتيل الجميل اللي موجود. عايزكم بقى تقولوا لي ايه الأغنية اللي انت حسيتوا فيها من أول ما سمعتوها إنها مكتوبة عليكم. كلام مزيكا.